دوس. الآن نحن موجودين داخل المسجد الجماعي لمدينة مراكش، وبالضبط مع السيدة نادية نواري رئيسة جمعية الممرض الإلكترونية. السيدة نادية غتعطينا بعض المعطيات وبعض الخطوط العريضة على هذا الحفل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكركم على الحضور ديالكم. ثاني حاجه، هذه تظاهره هي عباره عن الاسبوع الاول للصحه والرياضه، والدوري الثاني لكاس ممرض للنسخه الثانيه ديالو هذه، والتي يمتد من بين الفتره ما بين 8 مارس و 16 مارس. وهذا الأسبوع هذا هو عبارة عن مجموعة من الأحداث ومجموعة من الأنشطة تخللهم طاولة مستديرة، بعد الموائد المستديرة، بعد الندوات اللي تتهم الصحة والرياضة، وخاصة الدور ديال الرياضة في المحافظة على الصحة بخصوص بعض الأمراض كالسرطان، كالضغط الدموي، كالسكري. والفئات المستهدفة فهي فئات مختلفة طيلة هذا الأسبوع. فاليوم الأول خصصناه كاحتفال باليوم العالمي للمرأة، خاص بالنساء ديال الصحة، النساء العاملات في الصحة، باش نكرموهم في هذا اليوم هذا ونشكرهم على المجهودات القيمة اللي تيقوموا بها، ونقولوا لهم بالله راه حنا معكم، ونتمنوا منكم مزيد من العطاء ان شاء الله في سبيل المواطن. والنهار الثاني غيكون عبارة عن موضوع تعبر على الصحة والرياضة، ولكن خاصة الرياضة كونتر السرطان، الرياضة ضد السرطان. يعني نشوفوا الرياضة اشنو ممكن دير لينا بالنسبة للناس اللي مرض بالسرطان او للحفاظ على الصحة من الإصابة بهذا المرض هذا كوقاية. وغيكون في لافاك ديال السملالية، لافاك العلوم ديال السملالية غدا ان شاء الله. اليوم الثالث غيكون مهدى الى المستعملي مركز الإدمان، باش نتواصلوا معهم على البيانات المنطال والرياضة كذلك، باش نفسروا لهم مجموعة من المعطيات على الرياضة والدور ديالها في تحسين البنية النفسية ديال المدمن ديال المخدرات، وكيفاش هو ممكن يتعامل مع الرياضة ويستعملها كوسيلة للعلاج وكوسيلة للوقاية أيضا. النهار الثالث غيكون مهدى لمستعملي فضاء الصحة للشباب بالمركز الصحي كيليز، وغادي يكون الموضوع عبارة على الرياضة وكيفية الوقاية من الإدمان، يعني كومباتر لي موفيز اديكسيون افيك لو سبور. يعني غادي نشرحوا لهم فيه كيفاش الادمان تيجي وكيفاش الميكانيزمات ديالو، وشنو هو الدور ديال الرياضه في ان التلميذ او الشاب يستعملها كوسيله ايضا للوقايه وكوسيله للابتعاد على هذه المسائل هذه تضر بالصحه. النهار الثالث غيكون عبارة عن طاولة مستديرة غتجمع مجموعة من الضيوف، إذاعيين، ناس رياضيين، أطباء وممرضين في هذا المجال هذا. وغادي يكون الموضوع هو واش الرياضة عبارة عن هواية أو لا نقدروا نستعملوها كوسيلة أيضا للعلاج، علاش ما للعلاج أو لا للوقاية من الأمراض. وإن شاء الله غادي تكون حتى في دار الجمعيات نهار الأربعاء. نهار الخميس عندنا لقاءات إذاعية عبر مجموعة من لي راديو، غادي نوصلوا الميساج للغون بيبليك الرياضه والدور ديالها في المحافظه على الصحه، باش حيت ماشي كلشي غيتصنت لينا في هذه الطاولات المستديره لانها ليميتي، ولكن في لا راديو غيكون لا بوبولاسيون غتكون كبيره اكثر. نهار 14 غادي يكون يوم تحسيسي تواصلي بالنسبه للتلاميذ ديال اعداديه الحنصالي بمنطقه عين الطي. كيف ما تعرفوا منطقه عين الطي هي منطقه سكنيه زعما مليئه بالسكان وكذا، وعندها بزاف تاع الاعتبارات. فالتنشيط ديالنا لهذيك المنطقه ولدوك التلاميذ غيكون داخل ايضا في الرياضه والمخدر. غيكونوا ورشات اللي يبينوا للتلميذ شنو هو الدور ديال مثلا الكارو، بعض التجارب اللي غيكونوا سيغ بلاص، بعض الانشطه وبعض الاوراش اللي غادي يستافدوا منهم. غيكونوا كذلك شويه تاع الترفيه، لان التلميذ خصنا باش نحببوه في الحاجه خصنا نجمعوا ليه ما بين المفيد والمبهج. أستاذة نادية، واش هذه الحملات التحسيسية كديروها على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني؟ هذه الحملات التحسيسيه هي تجي في اطار واحد المشروع ضخم اللي متبنيه جمعيه الممرض الالكترونيه. هذا المشروع سميتو صناع الوعي الصحي، فيه ثلاثه تاع المحاور. المحور الاول هو مشروع صناع الوعي الصحي اجيال سليمه، هذا خاص بفئه التلاميذ والشباب. والمشروع الثاني هو خاص بالنساء الحوامل، وهذا خدامين فيه مع واحد جمعيه اصدقاء المستشفى الجامعي. غادي نكونوا خدامين فيه في منطقه
الولادة، حنا في المنطقة اللي هي بعيدة ونائية وجبلية، وغادي يهدف للنساء الحوامل والنساء في طور الولادة والنساء ما بعد الولادة. إذا أستاذة والشق الثالث هو كيف ما قلنا الشباب والمواطنين بصفة عامة. إذا أستاذة فما هي مدة التأسيس بالضبط ديال الجمعية هذه السنة الثالثة، دابا قربنا السنة الرابعة، دابا 3 ans، دابا وني لو ديبي ديال لا 4e année. ممكن تقولي شحال ديال الحملات التحسيسية اللي درتو في هاد 3 ans هذه؟ اسم الجمعية ديالكم؟ هو العدد مهم جد مهم بزاف، يكون تقريبا حيت الحملات التحسيسيه كاينين حملات تحسيسيه اللي تيكونوا بعضهم تيكونوا انتغري في وسط الحملات الطبيه اللي تنديروا. نعطيك مثال، في 2013 تقريبا درنا شي 20 حمله طبيه، واكثر من كلهم في الجانب الطبي، الجانب الصحي وخاصه محاربه السرطان الثدي وعنق الرحم. والجانب التحسيسي فهو يكون اكثر من الحملات الطبيه بيان سور، لان تنمشيو للمدارس، تنمشيو للجمعيات، تنهضروا بزاف مع الناس في لقاءات هكا. استاذه ما كتحاولوش توصلوا للمناطق النائيه؟ كذلك المناطق النائيه، حنا راه الهدف الرئيسي ديالنا هما المناطق النائيه، وماشي المناطق النائيه في مراكش، بل المناطق النائيه. كنا درنا حمله في منطقه سميتها طالموضع في تارودان، وواحد المنطقه اخرى سميتها ايميلي ملون في ورزازات. هذو مناطق ماشي نائيه، جد نائيه، ودرنا فيهم حملات تحسيسيه وحملات توعويه وحملات طبيه لفائده هذوك الساكنه باش تكون توعيه للنساء. كذلك المناطق ديال الحوض، ايغيل، الامزميز، ازكور، هذو مناطق زعما من المناطق المستهدفه من الاولويات ديال الجمعيه. استاذه ناديه، اشنو هو المشروع الجديد ديال الجمعيه؟ كاين بزاف المشاريع، مي المشروع اللي هو قريب بزاف هو الدورة الثانية ديال الملتقى ديال مهنة التمريض اللي كان داز العام اللي فات تحت شعار ريكونسيلي لانفيرمي افيك لا كومينوتي، يعني كيفاش نقربوا الرؤى ما بين المواطن والممرض من اجل خدمات صحيه افضل واحسن، واللي داز ذاك العام في شهر 6، وحنا في صدد التحضير ليه ان شاء الله. يقدر يكون في شهر 6 او لا في لي موا اللي قراب ليه. فاحنا هذا هو المشروع الآني اللي داروا الجدري، بالاضافه للمشاريع الاخرى اللي هي مواكبه كالحملات الطبيه. حنا راه مستمرين على طول العام، عندنا حمله في 23 شهر 3 في منطقه سيدي يوسف في مدرسه الانوار، اللي غتكون بالتنسيق وبشراكه مع مندوبيه وزاره الصحه، وغتكون بالتنسيق كذلك مع مركز عنايه للتنميه الاجتماعيه. وعندنا حمله اخرى غادي تكون في 29/3 غادي تكون بالتنسيق مع جمعيه مناره القرب. يعني كيف كما نرى الجمعيه نشيطه وكتقوم يعني بحملات طبيه وبحملات تحسيسيه كثيره على الصعيد الوطني وحتى الجهوي كذلك. كما نرى فالاستاذه ناديه عندها في جعبتها الكثير من الافكار، يعني في المجال الطبي وفي مجال التمريض وفي مجالات مختلفه. كنشكروها وكنتمنوا الجمعيه ديالها المزيد من الازدهار والعطاء والاستمراريه. بارك الله فيك، شكرا.